اهلا بكم. معكم الدكتور هشام الشراكي. تاخر النطق والكلام. تاخر النطق والكلام ممكن يكون سبب عضوي او سبب وظيفي. السبب العضوي ان يكون في مشكله في المخ، والمشكله دي جايه من نقص اكسجين او خبطه تروما. ايا كان السبب اللي اثر على خلايا المخ شكلا، لكن الامر الوظيفي هو يكون جاي اساسا بسبب طفره جينيه، حتى لو كان الطفل سليم في كل شيء، وهي غالبا ما بيكونش الطفل في اي خلل تشريحي، بدليل بتعمل اشعه على المخ، اشعه رنين مغناطيسي بتلاقيها سليم. تأخر النطق والكلام في هذه الحالة بيكون محتاج إن احنا نتعامل معاه في التشخيص بدري، ونشوف هل كان أحد الأسباب تأخر في نقص أو نقص في البروتين أثناء تكوين الطفل في بطن مامته ولا لأ، زي بروتين تي ان ار 6 أو فوكس بي 2. وبالتالي ودي بنسبة كبيرة جدا داخلة في نسبة 80%، وبالتالي كل ما بلحقه بدري كل ما بقدر أعالج الأعراض بدري، لكن ما بقدرش أعالج الطفرة الجينية اللي حصلت قبل كده. طب تأخر النطق مبني على إيه؟ مبني على علاج دوائي 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 ثم تخاطب وتنمية مهارات. تنمية المهارات هنا مش المقصود بها ان الطفل بيطلع اللي متأخر في النطق والكلام يكون غبي ابدا. ده ممكن يكون متأخر في النطق والكلام وذكي جدا، بس بيبقى عنده مشكلة في المدرسة بتخلي الطفل ما بيحبش التعليم، لكن نسبة ذكائه في الامور اللي فيها تكنولوجيا زي الموبايل والحاجات اللي زي ديت وحفظ الاماكن. يعني ممكن يقول لك يا مامي انا شفت المكان ده من سنة، لكن في الدراسة اذاكره بعد 5 ثواني الاقيها اتبخرت، وبيحفظ بصعوبة. في الحالة دي الطفل ده بيبقى محتاج علاج دوائي يحسن الذاكرة المؤقتة بالنسبة للتعليم، وتنمية المهارات بالنسبة لطريقة التعليم وطريقة الصبر على التعليم. التعليم مبني على الصبر على الكتاب، عشان كده دايما بننصح اي ام ان الطفل في التعليم مش مطلوب منه انه يحفظ ويبقى شاطر، مطلوب منه انه يتعود على التعليم، دي اول خطوه. يتعود على مسكه القلم، دي اول خطوه. ومسكه القلم في الاطفال اللي لسه ما مسكوش القلم اهم نقطه، انه يتعلم يربط الجزمه او الزراير، ربطه الجزمه في يونكه. ليه؟ عشان في المخ في حاجه اسمها الفاين موفمنت او الحركات الدقيقه العليا، ديت بيبقى مصحوب بها المهارات ديت، المهارات التعليميه. وكمان بتبقى قريبه من ان الطفل يحسن اداؤه في اللغه، فبتتحسن معاه وظائف اللغه، لان الطفل المتاخر في الكلام ممكن ما يتكلمش خالص، وممكن بيتكلم بس عنده تحتها، او ممكن بيتكلم بس الحصيله اللغويه قليله. قريب هنزل لكم روشته تنفع للجميع عشان الدراسه وعشان اللغه. باي باي.